بعد انتظار طويل اخيرا رجوع الموسم الرابع الجزء الثالث. يا ريت تقدر تعبنا وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا نستمتع بالحكايه دي. وبنرجع لاخر حاجه حصلت في الموسم اللي فات، وساعتها بنكون في المسارات، وبعد ما زيك بيكتشف ان ايرين هو سبب كل اللي حصل، وان هو كان بيتحكم في ابوه. فزيك على طول بيؤمر كريستا انها تجعل الالديين غير قادرين على الانجاب، وايرين بيبقى مقيد ومش عارف يعمل حاجه، ولكن ده مش بيوقفه، وبيقطع ايده وبيروح يلعب في دماغها وبيقنعها ان هي بتبقى مش مضطرة ان هي تبقى عبدة لحد تاني، وهي مش بتستحمل وبتنهار في البكاء. وبيتحول ايرين للعملاق المؤسس، وبتتحرر كل عمالقة الأسوار وبينطلقوا على الأعداء، وبيجمع العالم كل قوته لهدف واحد، وهو ايقاف ايرين ييجر. ولكن على مين ده يابا؟ ده العملاق المؤسس ايرين ييجر اللي اقسم على نفسه انه هيبيد البشرية دي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ولو عايز تكمل معانا بقية الاحداث كمل الفيديو للاخر، ويلا بينا نبدأ. تبدأ الحلقة بين طفلين، واحد اسمه خليل والتاني اسمه رمزي. ورمزي ده بيسرق فلوس عشان يساعد اهله ان هم ما يتجمدوش من الشتاء، وخليل بيبقى خايف عليه ان هم يقطعوا ايده التانية. فرمزي بيقول له انا لو مت ادي الفلوس دي للعائلة بتاعتي. وفجأة بيشوفوا اهل البلدة بيهربوا، والطيور بتهاجر والارض بترتعش من الخوف. دك العمالقة متجه ليهم. وبنرجع فلاش باك، وبيبقى ايرين ماشي في المدينة ويبقى قاعد بيفكر مع نفسه، وبياخد القرار ان هو اللي هيقتل الناس دي كلها. مفيش طريقة لإنقاذ بارادايس إلا ده. أمي كانت هتقول إيه اللي هيتحتم علينا فعله لإنقاذ الإلديين؟ إنه المصير الذي اختارهم ملك الأسوار. على الأقل بالطريقة دي مفيش ناس كتير هتموت من الجزيرة بتاعتنا مقارنة بالعالم كله. لو مات الإلديين كل المشاكل هتختفي، بس انا عمري ما اسمح بكده. وايرين بيبقى ماشي وبيلمح رمزي وهو بينضرب من التجار، ويفتكر ان هو اللي هينقذه، ولكن هو ايضا اللي هيقتله. وبيقول لنفسه انا شبه راينر فعلا، انا متناقض قذر. وبيبقى ايرين متردد جدا ان هو يروح ينقذه، ولكن فعلا بيروح ينقذه وبيبعدوا عنهم كلهم. وبيتكلم معاه وبيقول له انا اسف، انا ما قداميش حل غير ان ابيد البشرية دي. قول لي بس انا اعمل ايه؟ مفيش حل غير كده. وبنرجع لإيرين تاني، وبتبقى عمالقة دك الأرض، حرفيا دكة الأرض، قتلت كل الناس اللي موجودة. الناس كلها بتحاول إن هي تهرب، ولكن لا يوجد مفر. هي دي الخطة اللي كانت في دماغ إيرين، هو ده كل اللي كان بيخطط له. وفي نص المدعكة دي إيرين بيبقى سرحان وبيقول لطالما وقفت في وجه الأسوار الكئيبة، مياه ملتهبة، أراضي جليدية، ورمال ثلجية، الذي يرى هذه الأشياء يكون أكثر الأشخاص حرية في العالم. هذه هي الحرية. وبنروح لأرمن واللي كان بيبقى سرحان على المركب، وما كانش متوقع ان الوقت هيعدي بسرعة كده وهو مرتاح. وأنا بتقول له ما تيجي تقعد جنبي يا اسطى، في إيه؟ انت واقف ليه؟ بتقول له انا لسه ما شكرتكش على وجودك جنبي طيلة السنين دي. وبتتكلم معاه وبتقول له شكرا ليك، انا بجد كنت وحيدة جدا لدرجة اني كنت هتجنن. كلامك معايا كان الشيء الوحيد اللي كنت بستناه. فاني بتسأله وبتقول له هو انت ليه فضلت تتكلم صخرة؟ ما في بنات كتير احسن مني. ومع اندماج مشاعر ارمن وبرتولدو عملت كده عشان كنت عاوز اشوفك. واني مش عارفة تقول ايه، وبتقول له ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ملايين البشر بيتداسوا دلوقتي واحنا السبب في كل ده. عشان كده انت شخص طيب، عشان كده مش بتمانع تتكلم مع عدو زيي. ده نفس السبب اللي مخليك تتناقش مع ايرين وخلاك تزور وحش ممكن يصحى في اي لحظة. ارمن بيرد عليها وبيقول لها انت عارفة كويس ان انا بكره ان حد يناديني بالطيب. انا قتلت عدد لا يحصى من البشر، مش جنود بس، لا ده مواطنين واشرار. وانا اخترت ان اخون شعب الجزيرة اللي عشت ونشأت فيها، وقتلت اصحابي. اصبحت وحش من زمان. في يوم من الايام انا قطعت وعد مع ايرين ان احنا نكتشف العالم المجهول، ولكن فكرت ان كل ده هيتحقق. واني بترد عليه وبتقول له العالم ما طلعش زي ما انت كنت فاكر، صح؟ وارمن بيقول انا لسه عندي امل ان لسه فيها عالم مجهول وعاوز استكشفه. وبقية فريق الاستطلاع راحوا عشان يجهزوا الطيارة، وبتبقى ماجي قاعدة
وبتعرف فالكو اللي حصل، وان كل اللي يعرفهم ماتوا، وان العمالقة دمرت معظم قارة مارلي. ولكن مش بيستحمل كل ده، وبيقعد يعيط وبيزعق وبيقول ليه بس كده، انا لازم انتقم منهم. وبنيجي بعدها بشوية وميكاسا بتروح لاني وبتقول لها جربي عدة المنورات الجديدة عشان تتعودي عليها، انت بقالك كتير ما جربتهاش. ولكن اني على عكس المتوقع بتقرر ان هي هتغادر ومش هتركب الطيارة معاهم. وبتكمل كلامها وبتقول نحن الإلديين من مارلي اضطهدتنا البشرية اللي انت بتحاولي تنقذيها، حتى لو توقف دك الأرض الآن مارلي قد تدمرت بالفعل، لا شيء يحمل الإلديين من الآن. أنا تعبت من القتال، على الأقل ادوني لحظاتي الأخيرة أعيشها بسلام. ميكاسا لحظة مشاعر اني لارمن وبتقول لها ارمن هيجي معانا على الطيارة، كلنا هنروح عشان نحارب ايرين. ولكن اني بتسأل ميكاسا وبتقول لها هتعملي ايه؟ هتقتلي ايرين عشان تنقذي البشرية؟ ولكن ميكاسا بتقول لها لا مش هقتله، ايرين بس بعد عن الطريق، وكل اللي هعمله ان ارجعه تاني. وبيبقى ليفاي بيحاول يقوم ويرجع يحارب تاني بعد الاصابة اللي حصلت له، ولكن ارمن بيمنعه بيقول له ريح على السرير. ولكن ليفاي بيرد عليه وبيقول له انا لو غبت اكتر من كده هتنسى اني موجود اصلا. وفي نفس الوقت ده بتكون يلينا فايت وهي اللي هتعرف تقول لهم على مكان ايرين، وبتقول ان في اجتماع سري حصل ما بينها وما بين ايرين، وقالت له على المكان اللي هي كانت مقلقة منه شوية، وهي قاعدة ابحاث المناطيد موجودة في جنوب مارلي، وهو لو مدرك للسلاح ده فهيتوجه لهناك، وتكون عاوزاهم يعترفوا ان خطة زيك واللي هي قتل الرحيم كانت الوسيلة الوحيدة عشان نخلص من اللعنة اللي بقالها 2000 سنة. وبيبقى في واحدة كده انا حرفيا ناس اسمها ان هي بتقرر تحبس ناجي وفالكو في السفينة احسن من ان هم يكونوا معاهم على الطيارة وقدامهم ساعة ويكونوا جاهزين على الاقل. وهنجي وبقية الفرقة كانوا بيجهزوا معداتهم، ولكن ليفاي بعد الإصابة قادر بالعافية انه يستخدم عدة المناورات بصباعين بس. وراينر بيعتذر على اللي عمله، وراينر بيقول ان هو لو قرر الرجوع من المهمة كان زمانك انت وبرت رجعتوا لعيلتكوا تاني. واني بتقول له يعني صراحة انا كنت بفكر ان انا اقتلك بس ايه نمشي الدنيا، وبيقول لها شكرا انك ما قتلتنيش، وبيودعوا بعض. واني بتطلع على السفينة وهم بيجهزوا الطيارة وبيعبوا البنزين، ولكن بيظهر فالكو مرة واحدة ومعاه المسدس وبيضرب ضربات عشوائية ولكن ما جاتش في حد، وميكاسا بتطير عليه وبتصيبه. وبعدها بيروحوا يبصوا على فالكو وبيلاقوا ان هو كان متعلق في السفينة كل المسافة دي، ولكن بيظهر ان الطلق ده ما كانش عشوائي ولا حاجة، ده احدى الثقوب في الطيارة، لا ومش في اي مكان، ده في خزان البنزين واللي من غيره مش هينفعوا يتحركوا. وهانجي بتسألهم وبتقول لهم انتوا محتاجين قد ايه عشان تصلحوا الطيارة دي؟ فبيردوا عليهم وبيقولوا لها احنا محتاجين ساعة واحدة. ولكن فجأة الارض بتبدأ تهتز وفي حاجة بتبدأ تقرب منهم، هيعقل جيش العمالقة وصل بالسرعة دي. وبيبقى في نفس الوقت ده مع أنفاس فلوك الأخيرة بيقول لهم لا تذهبوا، جزيرتنا الجميع سيموت، شيطاننا هو الأمل الوحيد. وهانجي بتسمع الكلام ده كله وبتقول أيوة كلامك صحيح بس مش هينفع نستسلم بالسهولة دي. وبيروحوا يتجمعوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه في المصيبة دي. وارمن بيقول ان هو الحل الوحيد عشان يوقف العمالقة دي على ما يطيروا هما. وراينر بيتدخل وبيقول له خليك مكانك، انت الوحيد اللي هتقدر توقف ايرين، انا هروح انا. ولكن هانجي مش بتسيبه وبتتدخل وبتقول له ما ينفعش نتخلى عن قوة العملاق بتاعتك، وان هي اللي هتأخر العمالقة عشان يطيروا هما بالطيارة. وهانجي بتروح على ارمن وبتقول له جه دورك انك تبقى القائد ال15 للفايلق ده. وبتقول له القائد لازم يبقى دايما ليه حب للمعرفة، واكيد الحاجة دي بتتوفر فيك انت يا ارمن. بقول لك ايه كده ليفاي تحت طوعك عايزاك تطلع عينه. وهانجي بتنطلق ناحيتهم ولكن بيبقى قدامها جيش كبير جدا وبتعجب بالعمالقة وبتقول ايه الحلاوة دي، وبتبدأ تقطع فيهم يمين وشمال وتقلبهم على الارض. ولكن كل ده لسه منفعش معاهم، وان العمالقة قربت جدا من الطيارة فبينفجر حماسها وبتخش في نصهم، وبتكون الحرارة عالية جدا وبتفضل تقطع فيهم، وبيبتدي الرداء بتاعها ان هو يولع. ولكن هي لسه مستمرة في قتل العمالقة ولا كأن في اي حاجة بتحصل، وبتديهم شوية وقت زيادة
وفعلا بقى يقربوا يطلعوا من الطياره، وبتزيد سرعتها وبتقتل اكتر في العمالقه، وكل مدى هي تهرب منهم والحراره بتزيد اكتر لغايه اخر لحظه وهي بتولع وهي بتقتلهم لغايه ما بتموت. وفعلا الطياره بتنجح ان هي تطلع وبتبقى ادت واجبها، ويبقى كل اللي في الطياره زعلانين وبيعيطوا ومش مصدقين ان القائده هانجي راحت منهم وبترجع للحياه تاني. ولكن بتلاقي ان القائد ايرون سميث بيمد ايده ليها وبيقول لها انت عملتي كل اللي عليكي، وكده بتكون ان هي في عالم الموتى. بتقول لها انا اتبهدلت من ساعه ما انت سبت لي القياده، وبيقول لها اكيد انت عانيتي كتير، فلتحكي لنا القصه بتاعتك. نرجع تاني للطيارة، واللي بيكون الحزن مسيطر على الأجواء، وبيبقى أرمن قلقان جدا من الوقود اللي في الطيارة، وبيسأل كوبون هو الوقود ده هيكفي، فبيطمنه وبيقول له ما تخافش، أنا أضمن لك إني هوصلك لهناك. الأمل الأخير للقاهرة هانجي هي الطيارة دي، وعشان كده هوصلك للقاعدة مهما حصل. وبيقول له انه لازم يوعده ان هيوقفوا دك الارض. وبعدين بيسالهم عن شكل العملاق المؤثر، بيقولوا ان هو عباره عن قومه عظام وبيمشي زي الزواحف، وبالعاده المتحكم بيبقى موجود في الرقبه. ولكن ليفاي بيقول لهم خلي بالكم من حاجه، الكلام ده مش مضمون، وخصوصا بعد اللي شفناه في عملاق المطرقه. وارمن بيتفق معاه على الخطه وان هم يروحوا له، وارمن يتكلم معاه ويحاول يرجعه لطبيعته زي ما حصل قبل كده. لو الخطه دي ما نجحتش هيفجروا هيكله بالكامل لقوه عملاق ارمن. وليفاي بيقول ان عنده فكره تانية، هو مش ايرين بيتحكم بالعملاق المؤسس من خلال زيك، ما احنا نقتل زيك ونخلص. وارمن بيقول له ممكن كلامك يبقى صح. فليفاي بيرد عليه بيقول له دي كانت فرضيه القائده هانجي، وبيقول لهم انا اللي هقتلك يا زيك الكلب، ادوني قوتكم وانا هتكلف بالامر. فجين بيقول له احنا قتلنا عدد لا يحصى من رفاقنا في سبيل اقلاع الطيارة دي، وحرام نخلي كل ده يروح حضرا، كله لاجل ايقاف دك الارض، انا معاكم في اي حاجة. وراينر بيلاقي ان علامات الحزن ظاهرة على وش كون، فبيسأله مالك، فبيقول له انا قتلت سمو وداز وشوهتهم لدرجة انه مستحيل تفرق بينهم، انا عملت كده اثناء ما كانوا بيتهموني بالخيانة. قول لي يا راينر انت وبريتولد واني اكيد انتوا عانيتوا جدا. فراينر بيرد عليه وبيقول له انا ذنوبي تخطت مرحله التفكير، حتى لو انقذت البشريه كلها مش هسامح نفسي ابدا. فبيزداد الحزن على وش جاك. فراينر بيحط ايده على كتفه وبيواسيه لازم على الاقل ننقذ اللي فاضل من البشر. فبيبتسم وبيقول له انا موافق، وحتى لو لم نستطع التكفير عن ذنوبنا لازم نعمل كده على اي حال. وجان بيقول له دي حقيقه، احنا زيك يا راينر، انت ما انتش على صواب، انا بلومك انك حولت نفسك لقاتل عشان تنقذ الاخرين. ايرين قال لي نفس الامر في ليلة غارت ليبرو، انا اظن انني اعرف القليل عن اللي ايرين بيفكر فيه. ايرين ممكن يبقى هو عاوزنا نواجهه ونقف قصاده، فبيستغربوا. فبيكمل كلامه وبيقول لهم ده مجرد شعور مني. وارمن بيقول ان لطالما كنت بتسأل، ايرين بيقدر يتحكم في كل العمالقة الليليين، مع كده لسه بنقدر نستخدم قوة العمالقة عادي. فبيقول له انت قصدك ايه بالظبط؟ قصدك ان ايرين بيتعمد عدم منعنا؟ فبيقول له ايوه، ايرين مخلينا نتصرف بحريتنا وكانه بيختبرنا عشان يشوف احنا هنعمل ايه. فراينر بيقول اكيد ده هيبقى عليه اباده البشريه، ثم محدش يقدر يتحمل. انا لو كنت مكانه كنت هتمنى لو حد تاني اشتري الاسم ده عني ويتولى هو قوه المؤسس، ولو ما حصلش كده هتمنى لو ينتهي الامر كله على يد اي شخص، وساعتها بنلاقي نيرين سحبهم للمسارات. انا متاكد ان مفيش حد هيجرؤ على انه يلمس جزيره بارادايس ل100 سنة من دلوقتي. انت جبت ليهم الرعب والدمار، يمكننا الان عقد معاهدات سلام وننهي الامر برمت. مفيش داعي لقتل المزيد من البشر والابرياء، في امان خلاص، احنا كنا مخطئين، احنا اللي وصلناك للمرحلة دي. وجين بيتحمس وبيصرخ هو كمان وبيقول له ايرين احنا هنكمل الباقي كده، انت مش بحاجة لإبادة البشرية من اجلنا. وكوني بيقول له انا كرهتك بسبب اللي حصل في ساشا، لكن في الحقيقة كنت حزين زينا، ومع ذلك ما فكرتش في قسوة الأمر عليك، أنا آسف يا إيرين. وميكاسا بتقول له أنا عايز أشاركك في تحمل ذنوبك، كلنا عملنا نفس الذنوب، توقف عن تفادينا. وبتترجى إنه يشيل خطة إبادة البشر من دماغه خالص ويرجع إيرين القديم. وليفاي بيقول له لو توقفت يا إيرين هيكفي إني ركلك في مؤخرتك دلوقتي. اسكت الله يخرب بيتك، هتودينا في داهية. بتعمل ايه اصلا؟ انت مش قادر تتحرك اصلا.
وساعتها بنسمع صوت ايرين وهو بيقول: دك الارض لن يتوقف، انا مش هسيب المصير هو اللي يحدد مستقبل بارادايس، انا هواصل اللي انا بعمله ومحدش هيقدر يوقفني. وساعتها بيشوفوا ايرين من بعيد وبيجروا عليه، وارمين بيقول له: انت ليه مش بتوقف اللي انت بتعمله ده؟ انت مش واثق فينا ليه؟ وليه سمحت لينا باننا نستخدم قوة العمالقة؟ طالما انت مش هتوافق انت هتقف وتكلمني صح. انا ارمين صديقك، احنا دايما كنا مع بعض في كل حاجة. ورين بيقول: عشان انول الحرية لازم اسلب حرية العالم باكمله، ولكن مش هسلب حاجة منكم انتوا احرار، ولكم حرية الدفاع عن حرية العالم، وانا ليا حرية في ان اعمل اللي انا شايفه صح واعلى مفخلكم اركبوه. فارمين بيقول له: امال انت مستدعينا هنا ليه؟ فبيقول له: استدعيتكم هنا عشان تعرفوا ان مفيش مجال للحديث تاني ونفذوا الخطة البديلة احسن. وبيرجعوا وبتبقى الصدمة والحزن مسيطرين على ملامحهم. وراينر بيقول: نتوقعه كان صح. وليفوي بيقول: طب هنعمل ايه دلوقتي يا قائد؟ وبنروح لاني واللي بتسأل ان هم رايحين فين، ان هم متوجهين الى هايزو وهيوصلوا بعد عدة ايام، وبتقول لك انها واثقه في ميكاسا ورفاقها وان هم هيقدروا يوقفوا دك الارض. وانا كنت غلطانه لما لميت شمل ايرين وزيك معا، ومفيش اي حاجه اقدر اكفر بيها عن الذنب اللي تسبب في نهايه العالم ده. فاني بتقول لها: طب لو جاتلك فرصه تبداي من جديد كنت هتختاري عدم التدخل مع الإلديين وترك بارادايس لك؟ فبتقول لها: يا بنتي مفيش طريقه نرجع بيها في الزمن، ولكن ندمي ده هيلاحقني طول حياتي. وبيجي فاركو وماجي. فاركو بيقول ان هو جاله حلم، طول الحلم ده بيخص جاليار، فبيقول لها: لا، يخص زيك، ودي مش حلم دي ذكرى. وماجي بتقول ان العملاقه الانثى ممكن تجسد قدرات العمالقه التانيين عن طريق التهام اجزاء منهم، صح؟ واني لما بتستوعب ده بتتصدم وبتقول له: انت قلت انك شفت ذكرى تخص زيك، صح؟ فبيقول لها: ايوه، انا اتحولت لعملاق عن طريق تناول سائل النخاع، عشان كده بدات تظهر عليه خصائص العملاق الوحش. وبيقولوا ان اكتر ذكرى هو فاكرها هي ذكرى تحليقه فوق السحاب، وساعتها شعر انه يقدر يعمل كده هو كمان. وبنروح للإلديين اللي بيكونوا بيهربوا في القطر وبيشوفوا حسن سلاتة، والراجل المرلي بيقول له: انت واثق انكم تقدروا تاخدوا واحده فيهم وتهربوا بيها؟ فبيرفع المسدس عليه وبيقول له: راقب الالفاظ اللي بتخرج من بوقك، انت المفروض تشكرني عشان ما سبتكش تموت مفروض على الارض. لو المناطيد مش هتنفع عيلتك ستلقى حتفك من دك الارض ايضا. خليك عارف لو خنتنا هتموت فورا، دي الفرصه الوحيده لنجاة عائلتك. وبيشوف المناطيد فبيقول له يمشي اسرع عشان هم بحاجه لمنطاد واحد بس. وفعلا بيسمع كلامه بيسرع القطر، والألدانيين بيلاحظوا دخان كبير جدا جاي من بعيد، وبيعرفوا ان العمالقه فعلا بقوا هنا. ولما بيروحوا هناك مش بيلاقوا ولا منطاد، وبيبصوا على العمالقه فبيلاقوا ان المناطيد متجهه ناحيه العمالقه. وبنعرف ان المناطيد دي راحه عشان تفجر العمالقه من الجو عشان مش هيقدروا يهاجموهم وهم في الجو، وبيبقى ده الامل الوحيد. وساعتها بنلاقي ان القائد بيقول لجنود المناطيد ان هي دي الطريقه الوحيده وده اخر حصن للبشريه، وان كل البشريه بتعتمد عليهم. وبيقول لهم ان كل ده بسبب تأثيرنا مع جزيره الشيطان، والنتيجه هي كانت ولاده هذا الوحش اللي جاي دلوقتي عشان يدونا طعم الكراهيه اللي راكمناها عليهم على مر الزمان. وبنلاقي ان السيده براون بتنهار على الارض: انا لطالما كنت بستغلك كأداة للانتقام وعمري ما عاملته كأم. والقائد بيقول لهم ان هم يقطعوا العهد ده برضه على انفسهم وتودعوا عصر الكراهيه المتبادله ده. حان وقت القصف، وبتبدا الانفجارات اللي بتشيل اي حاجه قدامها، ولكن الارتفاع العالي خلى القنابل تنحرف بعيدا عن بعض العمالقه، وبتتواصل الانفجارات وبتشتعل الاجواء، وبيظهر العملاق الوحش من ظهر العملاق المؤسس وبيبدا يضرب المناطيد دي واحد تلو الاخر لغايه ما بينتهي خط الدفاع الاول والامل الاخير للبشريه. والقائد بيقول لهم: انا اسف، دي النهايه بتاعتنا. وكلهم بيغمضوا عينيهم ومستنيينها لكم، والموضوع بيبقى كله مسألة وقت. ولكن بتظهر الطيارة بتاعت فرقة الاستطلاع وبيبقى الوقود على وشك الانتهاء، ويناكوبون بيقول لهم: اقفزوا بسرعة الطيارة دي هتتحطم بينا. فبيقولوا له ان هو ينزل معاهم، ولكن بيقول لهم ان هم ينطوا وهو هيحاول يهبط بالطيارة هبوط اضطراري على المؤسسة. بيبقوا رايحين يقفزوا
فبيقول لهم يستنوا وما يقفزوش لغايه ما يقربوا من ايرين اوي، وبيتعرضوا للهجوم، ولكن انيكامون بيتفاداهم كلهم وبيقربوا للعملاق المؤسس، وساعتها بيقفزوا والعملاق الوحش بيضرب على ليفاي، ولكن بيتفاداها بسرعته الخارقه وبتتوالى الضربات عليهم، ولكن مش بيعرف يسيبهم. يخرب بيت جمدانكو يا اخي، ومحدش بيعرف يقرب منهم بسبب ضرباتهم المتتاليه. لكن الاسطوره راينر بيبقى ليه راي تاني، وبينطلق عليه بقوه البخار، وبيتحول وبيفصل العملاق الوحش عن العملاق المؤسس، وانيكامون بيلحق الطياره على اخر لحظه قبل ما تخبط، والقائد بيبص بالمنظار وبينصدم وبيقول ايعقل العمالقه بتاعت بارادايس هي اللي جايه تحمينا من الدك. وارمن بيقف وبيقول لايرين، بيقول انا عاوز اسال سؤال اخير، اين تكمن حريتك؟ تخلص الحلقه على هنا. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ولا هيقدروا يوقفوا ايرين؟ ولا دي هتكون فعلا نهايه العالم على يد ايرين ييجر؟ ده اللي هنعرفه الجزء الرابع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، وده فيديو جامد فشخ هيعجبك. ويلا سلام. وبيطير بسرعه خرافيه، وبيقول الكل عارف مشهد والميت وهو بينقض اسرع من الرصاصه، وبيلحقوا بطريقه اسطوريه،